إيه هي طرق الوقاية من صدمة ما بعد الزواج؟ هل الزواج هو زواج القلب ولا زواج العقل؟ هل العاطفة بتعمي العقل؟ هل العاطفة ممكن تسد ودنك عن أي نصيحة؟ إيه معنى الاختيار الصح في الخطوة؟ ده اللي هنعرفه النهاردة. بصراحة العاطفة مطلوبة ومهمة، لكن المشكلة إنها لو سيطرت على الاختيار العقل بيبقى في أجازة، وده بيؤدي لاختيارات خاطئة. إزاي العاطفة ممكن تعمي العقل تماما وتخليه يشوف حاجات الوحشة حلوة وتقول ما هو هيتغير بعد الجواز؟ مش بس كده، العاطفة بتسد ودانك عن نصايح أقرب الناس ليك، بابا وماما أو حتى أصحاب. باختصار العاطفة لوحدها ممكن تشل العقل عن التفكير الصح. طب إيه الحل؟ بصراحة الوقاية من صدمة ما بعد الزواج بتبدأ بالاختيار المظبوط. طب يعني إيه اختيار صح في الخطوبة؟ ده اللي هنعرفه مع بعض النهاردة. كلمتين وبس. طب يعني إيه اختيار صح في الخطوبة؟ يعني يكون في راحة نفسية بين الطرفين، دي علامة مبدئية مهمة بتبين إننا ماشي صح، لكن الراحة دي مش كفاية لوحدها، محتاجين كمان نستخدم العقل عشان نحكم على الشخصية دي اللي هنرتبط بيها. الزواج طائر بجناحين، الحب الناضج والعقل. الحب الناضج بيخليك تشوف الحبيب على حقيقته بعيوبه ومميزاته، والعقل كمان هو اللي بيخلينا نقدم تنازلات لما تكون العيوب دي مش مانع حقيقي للارتباط. معنى الاختيار الزوجي المفتوح يعني ايه؟ يعني تقبل شريك حياتك زي ما هو، بصفاته الحلوة اللي انت معجب بيها وكمان بعيوبه. بس ده مش معناه انك تستسلم للعيوب، لكن تتفاعل مع شريكك وتتوقع منه انه يتطور مع الوقت، لان الانسان كائن حي مش آلة مبرمجة. كمان الاعداد النفسي قبل الزواج مهم جدا. كل شاب وشابة محتاجين يفهموا أبعاد الحياة الزوجية، مش بس الجوانب الجميلة زي الحب والسعادة، لكن كمان الالتزامات والمشاكل والأزمات اللي ممكن تقابلهم. لما العقل والعاطفة يشتغلوا مع بعض في الاختيار بيبقى في قاعدة قوية تقدر تتحمل أي تحديات في رحلة الزواج. في الختام، الوقاية من صدمة ما بعد الزواج بتبدأ من الاختيار المتزن اللي بيجمع بين قلب بيحب وعقل بيفكر. افتكر دايما إن الزواج مش مجرد حالة عاطفية، لكنه شراكة حياة طويلة تستاهل نفكر فيها كويس. كلمتين وبس، إعداد وتقديم صموئيل القمص، ماجستير مشهورة من جامعة هولي صوفيا.